مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتتفرج فيه على الفيديو. المهم ان ده فيديو جديد من سلسله فيديوهات عين على النجوم. اللاعب اللي معانا النهارده هو نجم الجونه الابرز هذا الموسم. جه في بالك احمد بالحاج صح؟ لا يا سيدي مش بالحاج، بالحاج مشي اصلا من الجونه وبيلعب في سيراميكا كليوباترا. اللاعب بتاعنا النهارده يا سيدي هو المتالق اشرف مجدي صاحب ال 26 عام. يلا بينا نبدا بقى. اشرف مجدي لعب مع الجونه الموسم ده 6 مباريات بس، ولكنه قدر انه في 6 مباريات يخطف نظري من كام ماتش اتفرجت فيهم عليه. لاعب سريع ذكي قوي هداف، وقبل ده كله عنده ثقه بالنفس بتميزه عن اي حد في الملعب. فتعالوا بقى اكلمكم عن ارقام اللاعب اللي الاسطوره قال لنا عليها. ارقامك اشرف مجدي في الست مباريات دول قدر ان هو يعمل 15 محاوله على المرمى، منهم 8 محاولات صحيحه ومنهم 5 محاولات محققه للتهديف، سجل منهم 3 اهداف، كمان صنع 17 فرصه محققه للتهديف، اتسجل منهم هدفين اتنين، يعني لعب 6 مباريات جاب 3 اهداف وصنع هدفين. ده غير انه عمل 15 تمريره مفتاحيه في الست مباريات دول، ودي الارقام اللي يقصدها الاسطوره. تعال بقى لارقام الاسطوره الثانيه، ده اللي هو انا يعني. شكرا اتفضل. اشرف مجدي عمل 193 تمريره، منهم 135 تمريره صحيحه، يعني نسبه التمريرات الصحيحه 70%، وكمان 27 كوره عرضيه، منهم 8 كرات عرضيه صحيح، يعني نسبه الكرات العرضيه الصحيحه 30%. كمان نسبه المراوغات عنده عاليه جدا، يعني خد عندك مثلا عمل 22 محاوله مراوغه، منهم 13 مراوغه صحيحه، يعني نسبه نجاح تقريبا 60%. ده غير انه من 193 كره اتلعبت له قدر ان هو يستلم منهم 191 تمريره بشكل صحيح، بالاضافه كمان لانه بيعرف يلعب الضربات الركنيه والفاولات، ودي ميزه مش موجوده في كتير من لعيبه الدوري المصري. كمان خليني اقول لك ان الاكس جي بتاعه في 6 مباريات هو 4 اهداف. وبكده يكون خلص فيديو جديد من سلسله فيديوهات عين على النجوم. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وفولو للبيج، ولو بتتابعني على يوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهات السلسله. كنت معاكم محمود الساعاتي وعين على النجوم.